نحن فريق الإخبارية السورية، أنا الصحفية يارا صالح من طرطوس. أنا المصور عبد الله طبلة من درعا. أنا السائق أسامة عماد من القاصر. شو هو الهدف من مجيئكم على مدينة التل مع العصابات الأسدية؟ نحن كنا جايين لمدينة التل لأنه خبرونا أنه هي نسبة من العصابات الإرهابية مثل ما حكونا، وإجينا لحتى نصور هذا الكلام. لما وصلنا لهون سمعنا أصوات قصف من قبل طائرات العصابات الأسدية، وكمان كان في قصف ما بعرف بالمدفعية وبالهاون وغيرها من أنواع القذائف. شفنا شباب من الجيش الحر على الطريق شافونا وسمعوا سامعين من القصف، فقاموا بإنقاذنا وأخذونا على مكان آمن، وتعاملوا معنا كثير بإنسانية كثير بطيبة. ما أذونا، ما تعاملوا معنا غير بكل أخلاق بكل طيبة. وأنا بنت، أنا ما حدا لمسني، ما حدا ضربني، ما حدا قرب علي أبدا. شو اللي شفتوه بمدينة التل خلال عن جولتكم؟ وشو اللي شفتوه من الجيش الحر؟ هلا من الجيش الحر قلنا ما شفنا غير كل خير، وبالفعل ان الناس كثير مناح، الشباب كثير مناح معنا وكثير يعني يرحمونا اكثر من انه يرحمونا يعني. وبالنسبه لمدينه التل في دمار كثير، في خراب كثير، في قصف مستمر، قصف لساته مستمر لهلا. يمكن عم تسمعوا اصوات القذائف ونحن عم نصور هلا. القصف مستهدف لأماكن معينة ولا عشوائي؟ شلون شفتي؟ مثل ما عم بسمع انا قصف عشوائي. ما بدي شلون سمعتي، بدي شلون شفتي؟ لا مثل ما سمعت صوت القذيفه، صوت القذائف. وأثناء جولتكم لا. شو شفتوا؟ لا لما اثناء جولتنا شفنا بيوت مدنيه مهدمه. طيب شو الرسالة اللي بتحبوا توجهوها للعالم ولأهليكم؟ للعالم كله بحب اقول انه لازم كلياتنا نعرف اكثر شو اللي عم بيصير ونتيقن شو اللي عم بيصير قبل ما نحكم على اي شيء بالحياه. وبالنسبه لاهلي بس بدي اقول الا لامي انه انا كثير منيحه، وبابا وسوزان ولينا كثير منيحه، كل اللي بحبوني وبحبهم الحمد لله. الأخ عبد الله شو بحب تخبرنا؟ أنا كنت جاي بمهمة على التل، مهمة تصوير، وصار إنه بموضوع إنه بدنا نصور إنه المدينة آمنة ونظيفة من العصابات. أتاري العصابات هي عصابات الأسد، هي اللي عم تقصف مع بالناس المدنيين. وصراحة نحن لولا الناس الكرام الشرفاء اللي أنقذونا من هالقصف، لأنه تهنا ما عاد عرفنا وين بدنا نروح وين بدنا نيجي. يمكن هلا صرنا بعداد الأموال، وأنا بحب أشكرهم وأشكر كرم معاملتهم، ويعني واستقبلونا بكل طيبة وكل أخلاق عالية جدا. يعني غير ما كنا يحكوا لنا عنه. يعني هذا اللي شفته. وأثناء جولتنا بالتصوير وبالهي الاستهداف كان للأماكن المدنية. ويعني أنا كمان استقبلونا الشباب ونمت عندهم ببيوتهم وأكل ومن أطيب ما يكون ورعاية. شباب الجيش الحر كانوا يعني استقبلونا ببيوتهم وأكل ورعاية، وبالعكس حتى يعني السيجارة يضيفونا إياها بإيدينا. كيف استشهد زميلكم؟ أثناء القصف بالجولة ونحن عم نصور. شو اسمه؟ حاتم أبو يحيى. شو بتحب؟ نحن بأمان مع جيش الحرب والحمد لله ما في شيء، يعني أمنين علينا وعم يطعموا من أكل من جميع يعني حاميينا والقصف شغال على مدينة التل. شو بتحب توجه رسالة؟ إنه أنا بأمان مع جيش الحرب والحمد لله مأمننا وكل أهلي إنه أنا بخير، ما أنا بأمان مع جيش الحرب.